85 هجري بدأوا قبيلة شمران على قبيلة الشرابية من الثبتة في القديرة، وكان معهم 3 شعراء من شمران و3 شعراء من ابن الحارث، وهم سعيد بن مليفي ومريسي بن مليفي وسعيد الشعابي. وكانوا ال6 الشعراء في صف شمران وأنا في صف الثبتة، وكان البدع منهم والجواب مني. وأذكر عدة محاريف دارت بيني وبينهم، خاصة شعراء ابن الحارث. وبدع المحراف مريسي الله يرحمه بالأبيات التالية: كانت البدوة من مريسي يقول: سلام يا من غلق الباب من غادي البر عنا والبحر، غلق أقفاله جينا على مبدأ عريب وينقادي، مقفاه معروف ومعروف مقفاه. قلت لي يا مرحبا ترحيب في حلال الأجوادي، في حلال ربع تكسب العز والقالة، يا واحد مجانا من أرض اليمن عادي، والشعر يا جاي بها جدا ثاني. قال سعيد بن مليفي: جيتك بعد جاني مكاتيب وسنادي، معروف من طول الحجر ما هو اللالة، نعرف كرة والكر ونعرف شدادي، وكلنا بناخذ جوابه مع سؤال. قلت لي يا مرحبا يا بادي ان جيت مع بادي، وترحيب بالحضار كل على حاله، قيس انك جيت بين العرب غادي، وخصمك يرحب جوف داره من زال. قال مريسي: انت من اهل الضلع ولا من الوادي؟ يا واحد غربك على غار محاله، إذا بغيت القول قولت وكادي، بعد اللقاء التم كل على فاله. قلت له: لا يا مريسي كب عن كتن الشادي، الوادي اليسال سيده من جباله، واللي سواتك يهتبط سوق حدادي، إن كان يعرف يا ولد عمه وخاله. قال سعيد: حنا لفينا بالمعاريف والنادي، يا واحد سيله يقارب الشلاله، والحارثي معروف من عهد الأجدادي، والنوان الخصم يا مشي أعماله. قلت لي يا مرحبا ما أخذت فرقيع سدادي، واللي يجي نسقيه من عين زلاله، وانت تقرب وانت عنا في الابعادي، حالتك حالة ماشي عقب خياله. قال مريسي: أشوف ابن غازي لجلجك مرادي، في محضر شيبانه أكثر من عياله، ولا يطول والمعاريف تزدادي، للحرب حرابه للبر كياله. قلت له: يلي تهدد ما رزان التهدادي، العرف نداده وللحرب عياله، للمت هذا الليل ما عنك الشادي، اللي معك تنساه دقه مع جلاله. استمرت المحاورة، وفي الليل بدعت المحراب أقول: هلا يا مرحبا في مرحبا ترحيبة السلطان، تراحيب عن الحضار والغياب، نثنيها عوض كاسي عوض، والبيض مني كسوة الشمران، على القالة جموع جاتنا وعوض يقديها، طبعا عوض الشمراني اللي جايب المبدأ. قال سعيد بن مليفي: بقيتوا يا رجال تكسبون العز في الميدان، ثياب البيض للحضار والغياب نبديها، ترى حنا رجال في القصيد ندين وندان، وانا بنصحك في رجلك لا تخطي مواطيها. قلت له: لا يا الشاعر اللي جيت غازي من وراء ميسار، ولكنيه مع الشعار تاخذها وتعطيها، ترى حنا رياجيل نقرر شوكة الميزان، لقات المواقف نحمي اولها وتاليها. حول مريسي وغير الطرق، وكانوا قبيلة النمور موجودين عندنا بشعارهم. وبدع قال: يا سلام الله عليكم يا حضور، قبل لا يبدي لنا وقت الصباح، الله الله وين شعار النمور، ليتهم يبدون في الحزم البرح. طاعوا شعار النمور ولا ردوا عليه، وقمت رديت على مريسي وقلت: مرحبا ترحيبة فيها السرور. قال: هل موجود واللي راح يا مريسي لا تحم مع الطيور، كبصم من ما يقومها الصيح. قال مريسي: كنت بشرب من بزابيز القصور، وانعدم عودت للعد القراح، يا ثبيتي جت راح دمدم تدور، تاكل اهل الضلع واللي في المرح. قلت: ما يعارض للعلوم الا صبور، يا مريسي وين حزات الرباح، كم مضالك يا حديدي من شهور، وانت مثل الطائر مختل الجناح. حول سعيد الله يرحمه قال: ان نويتك ما تكفيني سحور، يا مذري حب في غار الرياح، الصقور اللي مشت بين الطيور، ما تحسب كل من جاها وراح. قلت: ما انا بلا صدق ما نحتاج زور، انت وش سويت يا مال الذباح، وعصاك اللي بدت فيها الشقور، وانت لازمها وتحسبها سلاح. قال مريسي: ما رحنا يوم زانات العصور، الحمل اللي قبلنا نعباه باح، ناخذ الاموال ونهدم الخدور، وهالروس ما يثنيها نطاح. قلت له: خصمنا من يوم هذيك الهجور، مل من حبل الشقا ثم استراح، والمنى ما يبعث اللي في القبور، ونطلب طلاب ما حنا صحاح. قال سعيد: المعارف مثل فحاك القدور، ودنا نهرج من قلوب صحاح، والصقور اذا بدت توصل الكور، تفرح يا شافت ان الرزق طاح. قلت: اشكر الخلاق يا عبد الشكور، المؤذن دوب نادى بالفلاح، وانت في جيبك تفاريق وجبور، وكن لح البرق لك يا خيلاح. يرحم الله مريسي وسعيد ومن سار الى رحمة الله.